مساء الفل، ايه الاخبار؟ بس كلمتين عايز اقولهم على السريع قبل ما انساهم، فقلت اصور فيديو ده على السريع. ساعات كده واحنا بنسعى في الدنيا او بنشتغل او بنعمل حاجات كتير، بالذات الجيل بتاعنا ده ساعات بننسى نعم كتير ربنا انعمها علينا، وبنبدا ان احنا نتحول بقى من ان احنا اشخاص بنسعى للاحسن، او بنشتغل عشان نعمل فلوس اكتر، او نكون في مستوى احسن، او نعيش عيلتنا او اهالينا او عيلتنا المستقبليه في مستوى احسن. نبدأ ننسى النعم اللي أصلا موجودة عندنا، ولما ببص النعم دي وبتركز معاها بتحس إن أنت ممكن تقول 90% من الناس حوالين العالم ما عندهمش النعم اللي موجودة عندنا. يعني الحمد لله، أنا وكل الناس بتتفرج على الفيديو وأعتقد كتيرة جدا موجودة حوالينا عندها نعم كتير مش موجودة عند 90% من الناس حوالين العالم. بنبص على دول تانية إحنا عايشين عيشة تقريبا العالم كله مش عايشها، الحمد لله يعني. فعندنا نعم من كل النواحي، عندنا دين، عندنا صحة، عندنا فلوس، عندنا قادرين ناكل ونشرب، عندنا امان. في حاجات كتيرة جدا، وبقى حاجات شخصية الحمد لله ربنا كريم كل واحد بشغل، عنده شغل يشتغل وعنده حاجة يصحى يعملها. فساعات لما بنسعى او نبقى عايزين نوصل لحاجة احسن ساعات بننسى القديم. فخلينا بين البنين، بين ان احنا نسعى ان احنا نشتغل اكتر، نعمل فلوس اكتر، ونفتح مشاريع او نتطور في وظيفتنا او ايا كان. بس برضو ما ننساش النعم اللي عندنا، علشان ما نتقلبش من شخص طموح عايز يكبر لشخص كئيب زعلان ان هو مش عارف يكبر، او شخص طول الوقت متضايق ان هو مش عارف يكبر. دول الكلمتين دول بقوم لنفسي قبل ما اقولهم لاي حد. يعني هي حاجه كانت في دماغي وقلتها لنفسي وريحت نفسي بيها، فقلت اشيرت معاكم يمكن تفرق مع حد او حد يحس ان هي ممكن تساعده يعني. يلا وربنا يوفقكم جميعا.